السلام عليكم. بالنسبة للزلزال الذي ضرب شمال إفريقيا، ويعد المغرب الجزء الرئيسي من هذا الزلزال، حيث يقع مركز هذا الزلزال أو بؤرة زلزال لبيرسونتر بمنطقة أو بمدينة تارودانت على مستوى جنوب الأطلس الكبير. هذا الزلزال قد يصاحبه تسونامي لأن قوته جد كبيرة جدا، مما سيسمح لحدوث للمدن الساحلية موجات الطوفان لا قدر الله، موجات التسونامي. إذن هذا الزلزال الذي وصلت موجاته إلى أوروبا، البرتغال وإسبانيا وكذلك أجزاء من إفريقيا، بمعنى أن الأمر وقعت فيه أشياء عديدة، أهمها أن هذه صفيحة الإفريقيا والمحيط الأطلسي وقع فيها تهدل أو الطمر أو لا سبدكسيون بالفرنسية. عندما تلتقي الصفيحة المحيطية والصفيحة القارية، يقع التهدل ونزول جزء من الصفيحتين، جزء من الصفيحة الأقل كثافة، وهذا ما سيسبب بحدوث زلزال قوي جدا. إذن نقول أن هذا الامتداد المجالي لموجات هذا الزلزال ربما سيكون له تأثير قوي جدا في تغيير معالم الباطنية وربما حتى السطحية لهذه المناطق. وهكذا للتذكير فقط، فزلزال المغرب هو هو زلزال قوي جدا، حيث أن المغرب يعتبر من المناطق أو الجزء من الأحزمة الزلزالية في العالم، خاصة بشمال إفريقيا على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وصولا إلى تركيا وكذلك شمال إفريقيا. هكذا بأن المغرب مهدد بحدوث الزلازل كزلزال أكادير في الستينيات القرن الماضي، وزلزال الحسيمة سنة 2004، إلى غير ذلك من الموجات الأخرى الثانوية التي ضربت المغرب. هكذا نقول بأن المغرب جزء من الأحزمة الزلزالية في العالم، ونتمنى إن شاء الله من هذا الزلزال ألا يحدث خرابا وكذلك تأثيرا في الأرواح والبشرية. لذلك نطلب اتخاذ الحيطة والحذر، وكذلك تعلم طرق النجدة من أجل الإسعافات الأولية. تحية لكم والسلام عليكم.